بيجي الكورس وهو مستوى الحالي A2 مثلا، وهو عاوز يوصل لمستوى B2. السلام عليكم. النهارده جاي اتكلم على مشكلة تانية من مشاكل الناس ان هي بتكون موجودة في الكورسز، وهو بيجي الكورس وهو مستوى الحالي A2 مثلا، وهو عاوز يوصل لمستوى B2. طيب خلاص، بناء على مستواه، بناء على الوقت اللي عنده، لو نفترض ان هو عنده مثلا ساعتين ل3 ساعات يوميا مذاكرة للغة الإنجليزية، وهو مستوى الحالي A2 عاوز يوصل ل B2، فاحنا في الحالة ديتي هو يعني تقدر تقول كده بنقول له مثلا انت محتاج من 6 ل 8 شهور. طيب كويس جدا. طب احنا بنفترض في الموضوع ده الالتزام، لكن بيجي مثلا ان هو في الاول وبي يعني اول مثلا اسبوع بيكون ملتزم نسبيا. بعد كده تيجي تاني مرة، طب اتفرجت على الفيديوز اللي انا بعتها لك، معلش والله النهارده انا تعبان شوية. طيب تاني يوم مثلا السيشن اللي بعده يعني عملت مثلا قرأت الكام توبيك اللي انا كنت بعتهم لك، والله النهارده معلش كان عندي شوية شغل ومتأخر. طيب اليوم اللي بعده كنت طالب منك ان انت تبراكتس اللغة مع اي حد، يعني انك تلاقي حد وتبراكتس معاه، يقول لك معلش والله انا اليومين اللي فاتوا كنت مضغوط شوية مش عارف ايه، وهكذا. فالفكرة اللي انا وبيجي بعد فترة نفس الشخص ده ويقول انا ما تقدمتش ليه في اللغة. طيب ما هو انت حطيت لنفسك هدف، وهدف كان يعني يمكن تحقيقه، لكن للأسف انت ما بذلتش المجهود ان عشان تحقق الهدف ده. انت ممكن تكون شديد حيلك شوية في الأول، لكن تيجي في النص اللي هو وما تذاكرش او ما تعملش المطلوب منك، فبالتالي مش هتوصل لهدفك اصلا. يعني انت ليه فاكر نفسك هتوصل لهدف طالما انت حطيت الهدف مثلا واخدت كورس ودفعت فلوس؟ طب ما انت لازم تعمل الحاجة الاهم، وهو المجهود الاكبر اللي بيكون عليك انت في انك تسمع، في انك تقرأ، في انك تكتب، في انك تبراكتس اللغة. كل ده بيكون حاجات مطلوبة منك، فبالتالي ما تجيش مثلا او ما تحطش نفسك هدف وتتكاسل في الايام اللي انت المفروض تذاكر فيها وتنسى الموضوع خالص. لما انت مش هتوصل لهدفك. فدي طبعا كانت مشاكل الناس اللي هي موجوده معانا في الكورسز. يعني فلو انت يعني اشتركت في كورس ويتحدد لك مثلا وقت في انك هتوصل لهدف معين وما وصلتلوش، غالبا بنسبه كبيره هتكون انت يعني المشكله، بسبب انك بتتكاسل في ايام كتيره. يعني دي حاجة حاول تتجنبها لما تيجي تاخد كورس أو لما تحط لنفسك هدف عموما. يعني لازم تلتزم بالخطة اليومية اللي انت حاططها لنفسك. بس كده. ولو فكرت تاخد كورس وتكون ملتزم، يعني ممكن تبعت لنا إن شاء الله على الواتساب، وإن شاء الله نتواصل معك.